السلام عليكم. إذا كنت تخطط لزيارة إندونيسيا أو حتى ناوي تعيش فيها، فهناك بعض التصرفات التي قد تبدو عادية في بلدك، لكنها قد تعتبر قلة احترام أو حتى تعرضك للمشاكل هنا. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم 5 أشياء لازم عليك تتجنبها في إندونيسيا حتى تستمتع برحلتك وتحترم ثقافة هذا البلد الجميل والشعب الطيب. يلا على بركة الله نبدأ. أول الأشياء، لا تستهزئ أبدا بالعادات والتقاليد المحلية، هذا شيء مفروغ منه. إندونيسيا تضم أكثر من 17 ألف جزيرة ومئات الأعراق والثقافات المختلفة، فقد ترى أشخاصا يرتدون ملابس تقليدية أو زي تقليدي خاص بالمنطقة التي يأتون منها، أو بعض الاحتفالات الدينية، أو بعض الطقوس الأخرى الخاصة في بعض المناطق مثل بالي أو جاوا أو سومطرة. حتى لو لم تفهم هذه العادات، لا تضحك عليها ولا تسخر منها، لأن ما قد يبدو غريبا بالنسبة لك هو جزء من هوية وثقافة الناس. تذكر دائما، احترام ثقافة الآخرين هو أول خطوة ليحترموك أيضا. ثاني الأمور هو استخدام اليد اليسرى. لا تستخدم أبدا اليد اليسرى عند التعامل مع الناس. من الأمور التي قد لا يعرفها الكثير من السياح أن استخدام اليد اليمنى في إعطاء واستلام الأشياء يعتبر من علامات الاحترام في إندونيسيا. أما استخدام اليد اليسرى فقد ينظر إليه في كثير من المناطق على أنه تصرف غير لائق، خاصة عند التعامل مع كبار السن. إذا اضطررت لاستخدام اليد اليسرى فمن الأفضل أن تعتذر أولا أو تستخدم كلتا اليدين عند تقديم شيء مهم. قد تبدو هذه التفاصيل بسيطة، لكنها تترك انطباعا جميلا عنك لدى السكان المحليين. وتذكر دائما، استعمال اليد اليمنى من السنة، فتيمن. أما النقطة الثالثة فليس لها علاقة مع التعامل مع الناس، ولكن لا تشرب أو تطبخ بمياه الصنبور، يعني من العين، من الحنفية. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسافرين أنهم يعتقدون أن مياه الصنبور صالحة للشرب في كل مكان. في معظم مناطق إندونيسيا ينصح بعدم شرب مياه الصنبور مباشرة، كما يفضل استخدام المياه المعبأة أو المفلترة لتشريها في القرعة، يعني في الدم من الدكاكين، حتى في الطهي إذا لم تكن متأكدا من جودة المياه. أما لتنظيف الأسنان فكثير من المقيمين يستخدمون أيضا المياه المعبأة كإجراء احترازي، خاصة في بداية إقامتهم. الحفاظ على صحتك أفضل من أن تقضي إجازتك في المستشفى. الخلاصة، لا تشرب ولا تطبخ باستعمال مياه الصنبور أو من الحنفية، لأنه ماء غير صالح للاستهلاك الآدمي. النقطة الرابعة هي أنك لا تتأكد أنك لا تدخل أماكن العبادة أو بعض البيوت أو حتى بعض المناطق بحذائك. عند زيارة المساجد وبعض المعابد وحتى الكثير من البيوت الإندونيسية ستلاحظ أن الجميع يخلع حذاءه قبل الدخول ينحو الصباط. هذا ليس مجرد نظام للنظافة، بل هو أيضا جزء من الاحترام للعائلة أو المكان الذي أنت فيه. قبل أن تدخل أي منزل أو أي مكان عبادة انظر إلى الباب، فإذا وجدت الأحذية في الخارج افعل مثلهم. هذه الحركة البسيطة تعكس احترامك للثقافة المحلية. وفي هذا الباب تحضرني قصة أحد الإخوة من الجالية العربية. دخل المسجد وكانت هناك لافتة بنزع الحذاء، فهو لم يحترم تلك اللافتة وتقدم إليه القيم على المسجد وطلب منه نزع حذائه فرفض. فاتصل قيم المسجد بالشرطة، أخذت الشخص هذا من الجنسية العربية، وفي الأخير رحلوه على بلده. وهذه الحادثة كانت على التلفاز المحلي، وكثير من القنوات تناقلت الخبر وطالبوا السياح والمقيمين الأجانب باحترام ثقافة وعادات الشعب الإندونيسي. خامس الأشياء وآخرها لنهار اليوم، تأكد أنك لا تستهن بالقوانين المحلية وخاصة قوانين الهجرة. يعتقد بعض السياح أن تجاوز مدة التأشيرة بيوم أو يومين ليس بالأمر المهم، نهار مادة ما جابر أو مشكل. لكن في إندونيسيا قوانين الهجرة تطبق بجدية تامة، وقد يؤدي تجاوز مدة الإقامة أو مخالفة الشروط إلى غرامات مالية أو ترحيل أو حتى السجن.
والمشكل حتى المنع من الدخول البلاد مستقبلا. الأمر نفسه يطبق على باقي القوانين، سواء كانت قوانين المرور أو القوانين المتعلقة بالمحميات الطبيعية أو الأماكن المقدسة. كونك سائحا لا يعني أنك معفى من احترام قوانين البلد، والتحجج بعدم معرفتك لهذا القانون أو لا يوجد هذا القانون في بلدك لا يؤخر ولا يقدم ولا يفيدك في شيء. فتأكد أنك تحترم القوانين وتكون على اطلاع قبل المجيء إلى إندونيسيا. وفي الأخير تذكر أن إندونيسيا من أجمل الدول في العالم، وشعبها معروف باللطف والكرم وحسن استقبال الضيوف، لكن مثلها مثل أي بلد لها ثقافاتها وعاداتها وقوانينها التي يجب علينا احترامها. إذا التزمت بهذه النصائح الخمس فستحظى بتجربة أجمل، وسيترك وجودك انطباعا طيبا لدى كل من تقابلهم. تذكر أنك سفير بلدك في إندونيسيا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، واكتب لي في التعليقات أي نصيحة أخرى تعتقد أنه يجب على كل سائح معرفتها قبل زيارة إندونيسيا. أراكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.